بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي أحبابي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل سر الخلطة الجميلة بتاعة الجلاش المصري. رهيبة، خطيرة ورهيبة. هوريكم ازاي صينية الجلاش بتطلع قبة جدا وبتطلع زايدة عن حجمها الطبيعي بالخلطة بتاعتي. شايفين الطبق ده؟ حاطة فيه معلقتين دقيق، معلقة نشا، مع ربع معلقة بيكنج باودر، كوباية لبن، ومقلباهم كويس مع بودر مرق الدجاج بودر، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل اسود. تمام. ومقلباهم كويس مع بعض مع البيكنج باودر مع كله في الطبق ده. وجربوا الخلطة دي وهتدعولي. ولا بحط بيض ولا بحب احط بيض. وده قطع جبن انا مفرفتها في قلبه، ووش لبن، وش لبن القشطه اللي بتبقى على وش اللبن ده، عارفينه؟ انا مفرفتها فيه علشان يبقى دسم كده وطعمه جميل، مع كوبايه سمنه. عاوزه تحطي كوبايه، انا حاطه كوبايه زبده. عايزه تحطي كوبايه زيت على حسب حبك للحاجه. عايزه تحطي كوبايه سمنه عاديه، براحتك اللي انت بتحبي تعمليه اعمليه. وبنوزع الطبق ده معلقه كده في كل رقتين. انا ما بحطش رقه ورقه، لا، انا بحط 3 ورقات ب3 ورقات. كده على حسب الجلاش اللي قدامي. الجلاش ده رابطه، بيبقى كده مغلف في كيسه، بس بيبقى خطير، احلى من الجاهز اللي كنا بنجيبه الاول مغلف، وبيبقى كتير وبيفرط. ده نص كيلو جلاش، وشوف النص كيلو جلاش هيعمل ايه. وحطوا لي لايك، وحطوا لي واشتركوا في قناتي، وهتشرف بوجودكم معايا. تعرفوا افكاري، تعرفوا اللي انا بعمله، تشوفوا افكاري وتعلقوا لي عليها، وتقولوا لي ان كانت تعجبكم ولا مش تعجبكم. وفي الاول وفي الاخر كلنا هنبقى اصحاب، وهنبقى عيله واحده، وهنبقى عارفين بعضينا. وتعلقوا لي وهتقبل منكم اي حاجه تعرفوها لي وتفهموها لي. وايه، ويلا نشوف الجلاش بيتعمل ازاي. معلش التصوير ما كنتش متوقعه ان الصينيه هتكون مستخبيه كده. دلوقتي انا حطيت وبوزع الخلطه اللي انا عاملاها، بوزع ما بين كل 3 ورقات بالمعلقه كده. دلوقتي انا حطيت اللحمه المفرومه في الوسط. هنحط كمان الباقي ده ونرش عليه بقيه اللي في الطبق ده كله. هنظبط الصينيه بتاعتنا، ونكون ده كله الفرن ساخن على درجه حراره 200 اعلى درجه. يعني انا مسخنه، مولعه الفرن يبقى ساخن على درجة حرارة 200 من قبل ما اقعد اعمل. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. صلوا معايا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كده انا خلصت الصينية بتاعتي. بوزع بقى اللي في الطبق، اللي الخلطة اللي انا عاملاها، الخلطة السرية بتاعتي دي. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللي ما عملش لايك لغايه دلوقتي ينزل يعمل لايك، واللي ما فعلش الجرس يفعله علشان يوصله كل جديد من اللي انا بعمله. دلوقتي هنخرطها علشان اللي ما وصلوش من تحت يوصله لبن وسمنه
وخلي بالكم الجلاش بيحب سمنه كتير زي الكنافه بالظبط، وما تخافوش هو بيطرد سمنته، بس انا مش بصراحه مش مكتره له السمنه ومخليها القشطه دي تخليه طعم خطير. القشطه بتاعت وش اللبن ديت زي الكريمه كده بتاعت وش اللبن، هتخليه طعم خطير 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 في الجمال. وكنت عامله جنبه طبق مكرونه بالصلصه كده خفيفه، صوص صلصه خفيف كده مش بصوص تقيل، عشان بردك الجو حر. دلوقتي طبعا الفرن كان ساخن مسبقا. خلصت اهيت وطلعتها اوريها لكم. انا بحاول اقلل الفيديو على قد ما اقدر عشان كله يعرف يتفرج عليه. بوريكم المكرونه الصوص الخفيف. ده الجلاش بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايبي اصحابي، وده بوريكم دلوقتي لما استوى بقى عامل ازاي. سخن مولع سخنان جدا، مش عارفه امسكه بايدي. وبألف هنا اللي يدوق وياكل، وادعولي وجربوا وادعولي، واكيد اكيد اكيد هيعجبكم موت. واللي هيجرب الرز البسمتي اللي انا عملته واللي هيجرب الجلاش هيفرح جدا بالطريقه ومش هيخليه يبطلها بعد كده. حبايبي صلوا وسلم على سيدنا محمد، واعملوا لي يلا لايكاتي واشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله.